السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وانتوا بتتفرجوا عليا. جايلكم فيديو جديد وروتين جديد وان شاء الله يكون مفيد. عايزه اقولك، لو اول مره تشوفي القناه يا ريت تشتركي لي فيها وتحطي لي لايك للفيديو وتعليق حلو منك كده يشجعني ان انا اكمل لو عجبك المحتوى. وفي الاول كده نسمي الله ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. ندخل على الفيديو بتاعنا ونسمي الله. الروتين بتاعي النهارده بدأ كده بالمطبخ. يعني قلت بقى اروق معاكم المطبخ كده واتكلم معاكم واخباركم ايه. كل سنه وانتم طيبين، طمنوني عليكم كده. الناس بقى اللي بدأت معايا الدايت وتشجعوني كده، وفي الفيديو بتاع اديته قالوا لي يلا احنا معاكي وهنشجعك وكلام من ده وبداوا معايا اللخبطه بقى اللي بعد العيد ديت. طمنينوا عليكم كده عاملين ايه. انا ماشيه على نظام حلو جدا جدا جدا، انا ماشيه عليه الشهر ده بجد حلو قوي. يعني انا شفت بصراحه دكتوره كده إيه على الانستجرام، هي تقريبا خليجيه لان هي يعني اللهجه بتاعتها كده خليجيه، مش عارفه عراقيه ولا كويتيه حاجه زي كده. اتكلمت على بديل التكميم اللي هو ان احنا نشيل النشويات من وجبه الفطار. ده النظام ده لمده شهر كامل. اللهم صل على النبي، ندخل النشويات في وجبة واحدة بس اللي هي وجبة الغداء، ويومين في الأسبوع نشيلها خالص، وفي الفطار وفي العشاء نشيل النشويات. يعني بناخد النشويات في وجبة واحدة بس. اسمه اللي هو يعني اللي عملت النظام ده 3 أنظمة تقريبا في نظام واحد، اللي هو الكارب واللو كارب والصيام المتقطع مع بعض في نظام واحد. اللي هو ان احنا نقلل الكارب بقى في اللي هو الكارب ده اللي انا فهمته كده ان هو النشويات يعني. فهو اللي نشيله في وجبة الفطار، ما نفطرش بالنشويات خالص. الفطار بقى امثلة كتيرة قوي قوي للفطار حلوة جدا. يعني ممكن بيض وجبنة قريش، ممكن جبنة قريش وخضار، ممكن كوباية شاي بلبن كده، ومعاها جبنه قريش، قطعه كده من الجبنه القريش تاكلوها كده بالمعلقه. ومع نظام الصيام المتقطع، الصيام المتقطع حلو جدا جدا. انا بصراحه جربته قبل كده ويعني نظامه حلو قوي معايا بجد. بغض النظر عن هو هينزلني وزن بسرعه او مش هينزل، ولكن هو اللهم صل على النبي بيحسسني بالراحه في معدتي. يعني بحس ان معدتي مرتاحه، ان المعده كده تفضل فتره كبيره كده من غير ما يدخلها حاجه. دي بصراحة رياحة للمعدة، وبالذات بقى بعد اللخبطة بتاعة العيد والصيام والحاجات دي. زي الصيام الإسلامي، يعني هو صوم وتصحوا. يعني احنا بنصوم مثلا اثنين وخميس، ده ليه؟ صحة يعني، بجد صحة. ندخل بقى على الفيديو، أساس الفيديو بتاع النهاردة والحلة الجرانيت. أنا جالي رسالة من اختي لينا معانا في القناه. كتبت لي رساله وقالت لي ده كان على فيديو الشورتس اللي انا كنت عامله عليه الريفيو. يعني انت عارفين ان احنا الفيديوهات الطويله بنعمل منها فيديوهات شورتس كده، عشان خاطر اللي بيشوفوا الفيديو الشورتس ده بيبقى فيه فيديو كامل موجود على القناه، وبكتب كده على الفيديو عشان لو حابين تشوفوا الفيديو كامل. دخلت لي على فيديو الشورتس ده وقالت لي خلي عندكم ضمير، بنفس اللفظ كده، خلي عندكم ضمير. انا جبت الحلل بتاعه توب شيف وبتلزق، وبطبخ فيها الرز وبطبخ فيها المكرونه وبتلزق. طيب يا حبيبتي، اول هام انا الفيديو ده معايا، الحلال الجرانيت دي عندي من اول ما فتحت القناه دي. انا الحبايب اللي عارفيني طبعا عارفين ان انا كان عندي قناه قديمه واللهم صل على النبي. انما بقى اول ما فتحت القناه دي كنت انا لسه جايبه الحلل دي. يعني الحلل ديت من عمر القناه اللي انا شغاله عليها ديت، وانا بقالي سنتين وشهر تقريبا، او سنتين، لا سنتين و4 شهور، لان انا كنت فاتحاها في شهر 12. شهر 12 اللي فات ده كان بقالي سنتين بالظبط. فبعد ما فتحت القناة بعدها بشوية كده جبت الحلل الجرانيت دي، وعمرها معايا دلوقتي سنتين بالظبط. لو رجعتوا للقناة من الأول وشفتوا أول يوم اشتريت فيه الفيديو، كان تاريخ الفيديو من سنتين. زي ما احنا عارفين ان ده بقاله سنتين. الحلل الجرانيت ديت انا عندي الحلتين دول انا كنت جايباها بالحلة. احنا عارفين ان حلل توب شيف في منها اطقم وفي منها بالحلة. انتوا عارفين ان انا دايما بحوش كده واللي بقدر عليه بجيبه. انا حوشت وجبت الحلل ديت حله بحله. ديت الحلل ديت انا جايباها من سنتين. كانت الحله الكبيره ديت كانت في حدود 550، والحله الصغيره كانت ب 450 جنيه. كان فرق بين الحله والحله كانت 100 جنيه تقريبا. الوقت الحلل دي، الحله اللي انا ماسكاها في ايدي دي
الحله دي وزي ما انتم شايفينها زي الفل، ولا الحلل ولا اللي بيلزق فيها الاكل ولا اي حاجه. وعملت لكم دلوقتي طبخت فيها رز على شعريه، وهغرفه كمان قدامكم وهتشوفوه. إيه حبيبتي، انت اكيد استعملتي حاجه غلط. انتوا الحله دي عشان الفيديو ما يجريش مني، بس الحله ديت في حصل في الايد بتاعتها لدعه بسيطه، بس ده كان سوء اهي، اللي هي الناحيه اللي انا قلبتها لكم دي حصل فيها لدعه بسيطه كده. ديت من سوء استخدام مني انا. المفروض ان احنا ما نعليش النار عليها، فانا واقفه والحله كانت على النار، كنت بطبخ فيها خضار في الحله ديت، كنت بطبخ فيها خضار وكنت واقفه على البوتاجاز والنار علت مني غصب عني، فلا شميت ريحه كده. اللي جيت ابص لقيت النار عاليه والايد بدات تلدع، رغم انها لدعت كده، بس لا الايد اتحركت من مكانها ولا اتفكت ولا اي حاجه. الحلتين دولت عندي بقالهم سنتين، وان شاء الله باذن الله هحوش وهجيب محله مقاس الاكبر وهجيب لي لبانه. وانا بغسل في المواعين دي كنت انا غاليه في الحله دي اللبن، يعني انا بغلي في بغلي فيها لبن، بعمل فيها الرز، بعمل فيها المكرونه، عملت فيها محشي. وفيديو المحشي موجود على القناه لسه قريب، ومنزله منه شورتس قريب، وانا بغرف المحشي قدامكم لا لزق. ولكن احنا لنا طريقه في ان احنا واحنا بنطبخ في الحلل ديت بنعمل ايه. الحلل ديت زي ما قلت لكم هي حلل توب شيف، ومعاها ضمان على فكره، معاها ضمان سنتين، وانا الحله معايا بقالها سنتين، انا بصراحه ما اشتكيتش منها. زي ما انتم شايفين انا بستعمل الحلل المعالق السيليكون، وبغرف بالسيليكون بالكبشه السيليكون دي. انا جبت يعني المعلقتين اللي هم لونهم موف دولت، انا جايباهم مع الحلل دي، حتى كانوا موجودين في فيديو المشتريات وانا بشتري الحلل دي، لان الجرانيت لا نستعمل فيه معدن ولا نستعمل فيه خشب. انا ما اعرفش انت استعملتي عملتي معاها ايه او كده، عشان خاطر ان الحلل ان الرز او المكرونه لزقوا منك. ممكن تكون حلل توب شيف بس مش اصليه، يعني ممكن ما يكونش عليها الختم بتاعها، ممكن يكون زي ما احنا عارفين ان في كل حاجه دلوقتي بيتعمل لها فرز اول وفرز تاني، بقى يتعمل منها الاصلي والغير اصلي، الا من رحم ربي بقى. فهو انا الحلل التوب شيف اللي بالضمان، اللي هي ختمها عليها في ظهر الحله زي ما انتوا شفتوا كده، دي معايا بقالها سنتين وزي الفل. انا هطبخ معاكم اهوت الرز على شعريه. طيب انا دلوقتي بطبخ رز على شعريه، بقلب بمعلقه سيليكون، مهديه النار ما بتبقاش اعلى من الحله، ما تعلاش عن الحله، ما تطلعش بره الحله، ده اللي اقصده، ما تطلعش بره الحله. فانا بحمر الشعريه اهوت واحط الرز. انا كنت بطبخ اليوم ده كوبايه رز كده واحده، كان عندي رز يعني هكمل عليه، احنا عارفين ان احنا ما بنرميش حاجه. فانا كنت قلت بقى اعمل المقطع ده معاكم، اللي هو طبخ الرز ده معاكم، عشان خاطر إيه تشوفوه معايا. انا حمرت الشعريه ونزلت بالرز الابيض بتاعي اهوت، كنت غسلاه ومصفياه وحطيته، وهحط العقد بتاعه. طيب انا بقى الرز بتاعي بدأ ينشف، ما نسيبوش بقى ينشف للاخر لغايه ما يلدع الرز، وتبقى كده خلاص الرز فعلا لزق في الحله. انت لو بتطبخي يعني بتطبخي في حله المونيا، وسبت الرز لما نشف لما يعني خلاص بدأ يطقطق معاكي في الحله زي ما احنا بنقول كده، مليون في المية هيلزق حتى لو في حله ألمونيا. طيب ماشي، احنا بقى واحنا متابعين بقى الطبيخ بتاعنا الاكل بتاعنا، معلش الاذان بيأذن، هفصل وارجع لكم تاني. اذا نخلص ربنا يتقبل منا جميعا يا رب. زي ما انتم شايفين بقى هبدأ بقى اعقد على الرز بتاعي، يعني احط له المية بتاعته ويستوى. احنا بقى ما نسيبوش لما ينشف نشفان تماما ويطقطق بقى كده في الحلة ويلزق، يعني زي ما قلت لكم كده، ان انا لو طبخين حتى في حلة ألمونيا وسبته الرز لما ينشف نهائي شيء طبيعي هيلزق في الحلة. فمع الحلل الجرانيت برضو يعني نسيب يعني ما المية ما تنشفش قوي، مجرد ما يتشرب ميته بنهد عليه النار او بنحطه على الشياطة ونسيبه لغاية ما بيكمل سويه، بس كده. زي ما انتم شايفين كده، هحط بقى الرز بتاعي اهو، اتغطيت عليه وسبته. المعالق السيليكون طبعا بتاعتي بدأت تبوظ كده شوية، عشان شايفينها يعني ايه بدأت يعني ما بعتتش احسن حاجة. ان شاء الله لما اخرج هجيب غيرها بإذن الله. المهم هغرف بقى معاكم الرز اهو. انا الرز بقى ده يعني هو كتر معايا كده، عشان انا كان زي ما قلت لكم كده كان عندي طبق رز بايت حطيته على الوش كده بعد ما نشف خالص، وحطيته بقى على الشياطة يكمل سويه. حطيت شوية الرز الباقيين على على الرز وخلاص، وكملت. انا بقى بغرف الرز قدامكم كله اهو
كله، عشان حبيبتي اللي بتقول خلي عندكم ضمير، الرز بيلزق في قلب الحله. والله يا حبيبتي انا عملت لك الفيديو ده ليكي مخصوص، ويا رب يا رب يا رب تكوني تشوفيه يا رب، لان هي مش قناه ولا حاجه، هي حساب. بس والله انا زي ما شفت، زي ما انتم شايفين اهو، حتى الرز لقيته كتير على الطبق. هجيب طبق تاني وهكمل، وهنزل لكم الرز اللي في الحله كله لغايه اخر حبايه. وبعد كده بقى برجع هحط الرز تاني في الحله، وهو الرز كان سخن، يعني كان سخن قوي زي ما انتم شايفين كده اهو. بنزل والله لغايه اخر حبايه، بس مش عارفه الكاميرا مش مرفوعه لفوق ليه. بس والله لاخر حبايه بجد والله العظيم، من الرز لا لزق ولا اي حاجه اهو زي ما انتم شايفين. وهوريكم برضو الرز بتاع اهو زي ما انتم شايفين اهو، شايفين اهو اخر حبايه هي في قلب الرز، لا الرز لا لازق ولا اي حاجه خالص اهو. مش عارفه الكاميرا، يعني هحاول اظبط المونتاج كده شويه، انا بسجل دلوقتي اهو. اهو شوفوا الرز اهو نازل من قلب الحله اهوت زي ما انتم شايفين، الحله كانت سخنه والله على ايدي. وزي ما انتم شايفين كده الحله لا لدعت ولا اي حاجه. حتى الاستانلس يعني برضو اللي تقوم الاستانلس برضو التعامل معاها يكون بنفس الطريقه. الحله النار ما تغطيش الحله. انا بقى يا حبايبي كنت صايمه، وده الفطار بتاعي النهارده. زي ما انتم شايفين انا كنت بقى صايمه، كنت قبلها بيوم كنت شايله النشويات. النهارده بقى كنت عامله ملوخيه، وكان عندي شوربه، وكان عندي فراخ. جبت بقى كده ايه، الشوربه بتاعتي بتبقى حمراء لان انا بحط فيها طماطم، عصير طماطم مش طماطميه، بحط فيها طماطميه وهي بتتلوح، وبحط فيها برضو شويه عصير طماطم لان احنا بنحب الشوربه حمراء. اللهم صل على النبي. خدت نص رغيف بس، لان انا من الناس اللي ما بحبش اكل الملوخيه بالرز. يعني في ناس، انا بنتي بتاكل الملوخيه بالرز، انا ما بحبش الملوخيه بالرز خالص. انا خدت نص رغيف كده، وكلت الفرخه بتاعتي وشربت الشوربه وخلاص على كده. جيت بقى بعد الفطار بشويه كده، شربت قبليها بصراحه كوبايه شاي عادي، لان انتوا عارفين انا بحب الشاي الاحمر بتاعنا جدا. وبعدها بقى يجي بساعتين كده قمت راح عملت كوبايه شاي اخضر، عملت معاه بقى ايه قرنفل. القرنفل حلو جدا جدا جدا، وبيساعد على الحرق. وفي نفس الوقت الزيوت اللي هتنزل منه مع الشاي بتاعك بيسكن الم الاسنان. لو عندك مشكله بقى في اللثه، عندك الم في السنان كده، لان انتوا عارفين برضو ان انا عندي مشكله في اسناني وكده. فحطيتها ونص معلقه كده من الجنزبيل. شربتها. انا شربت المشروب، هشرب المشروب ده يعني مرتين. يعني انا في اليوم ده كنت صايمه، بس تاني يوم انا ما كنتش صايمه، فشربته الصبح ورجعت شربته برضو مره بالليل. زي ما انتوا، الشاي الاخضر حلو جدا جدا. انا كل ما بشرب الشاي الاخضر بنكهه، بحط مره معاه ينسون، مره بردقوش، مره زي ما انتوا شايفين كده قرنفل وجنزبيل. وممكن تحطي بقى عليه عصره ليمونه كده في الاخر. ورقه اللوري، ورقه اللوري برضو بيقولوا انها بتساعد على الحرق، فقلت برضو جرب. زي ما انتوا عارفين بقى انا ماشيه طول الشهر كده بالنظام اللي انا شفته ده، اللي هو هشيل النشويات في الفطار وفي العشاء، وهاخده في وجبه الغداء بس. وفي يومين في الاسبوع هشيل النشويات خالص. ونشوف، عشان طبعا عارفين طبعا انا يعني جسمي لما بيتقل، انا عندي مشكله برضو في رجليا، خشونه كده من الدرجه التانية. فقالوا لازم وزني برضو ينزل، فبحاول على قد ما اقدر ان انا انزل عندي زياده كده حوالي عن 10 كيلو او 15 كيلو، فلازم ينزلوا. ده كده الفيديو بتاعي النهارده يا حبايبي، يا رب يكون عجبكم، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد في رعايه الله وامنه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.